السلام عليكم. ربنا يكفينا شر المستخبي وشر غدر القريب قبل الغريب. صلى على النبي واسمع معايا الحكايه. اسره بسيطه من 5 افراد، راجل ومراته و3 عيال. الراجل اسمه مؤمن، عنده 45 46 سنه، راجل سواق وعنده عربيه صغيره كده دبابه بتاعت بضايع، يعني بينقل بيها اللي عنده حاجه عايز ينقلها يجيبها يوديها، بيسترزق منها وبيصرف على نفسه وبيصرف على بيته وعياله. ومراته ابتسام كانت في نفس سنه، برضه في نص الاربعينات كده، و3 عيال. آية الكبيرة عندها 18 سنة، بنوتة في الثانوية. بعد منها إسلام، طفل عنده 11 سنة، من ذوي القدرات الخاصة أو معاق. الصغيرة جنى عندها 8 سنين. في يوم من أيام شهر رمضان سنة 2014، كنا في شهر 7 معزومين في بيت العيلة عند الست والدته على الفطار. المهم خد مراته وخد العيال وراح يفطر عند الحاجة. بعد ما خلصوا فطار طبعا العيال بتتلم مع بعض وعايزين ينزلوا يشتروا من السوبر ماركت، طول النهار صايمين. نزلوا. آية خدت أختها جنى ونزلت تشتري، وهي ماشية قابلت واحد قريبهم اسمه حمزة. وقفت سلمت عليه، ازيك يا حمزة، ازيك يا آية، عاملة ايه وايه اخبارك ويعاش من شافك ومش عارف ايه وكلام من ده. بس حمزة ما كانش لوحده، حمزة كان في معاه واحد صاحبه اسمه ماهر، وده شاب عنده 23 سنة. المهم دي كملت في طريقها، راحت تشوف ايه هتجيب ايه، وده كمل في طريقه. ماهر بيسأل حمزة بيقول له هي دي قريبتك؟ قال له ايوه، دي بنت خالي. طب تمام. مخطوبة ولا مرتبطة بحد ولا كلام من دون؟ قال له لا يا عم، ده بنت في حالها وكويسة ومالهاش دعوة بحد مش عارف ايه. المهم ماهر طلب رقمها من حمزة، وللأسف حمزة اداله الرقم. المهم راح بالليل ماهر اتصل بآية. الو، آية معايا؟ ايوه ايه، انا ماهر اللي كنت مع حمزه، اللي شفتك النهارده بعد الفطار ما كنت بتفطري عند عيلتكم وكلام من دون ومش عارف ايه. المهم لقى ان البت ايه، مجاريه في الكلام، ما قفلتش الباب في وشه، وده غلط. كانت المفروض على طول تقفل. ده لو واحد شريف وقصده شريف يكلم عيلتها، يدخل البيت من بابه. المهم يوم، في التاني، في التالت، وماهر بيكلم آية، وآية فاتحه له المجال ومديله السكة وبتسمع له ومبسوطة بالكلمتين اللي هو بيقولهم. أنا بقى أنا حبيتك، أنا معجب، أنا وأنا وأنا. المهم تتطور العلاقة ما بينهم لمقابلات خارجية، بقى يطلب يشوفها بره والبت وافقت وكانت تروح تقابله. أكتر من كده، ده كان بيروح لها كمان البيت في عدم وجود أبوها وأمها. أمها تكون بره في مشوار بتعمل حاجة أو هتجيب شوية، وأبوها في الشغل والبيت فاضي، فيه الواد الغلبان المسكين التعبان والبنت صغيرة مش عارفة حاجة، يعني الاتنين مالهين في أي حاجة. وده هيطلع البيت فوق يقابلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم ماهر يتقدم لآية وهو مش جاهز. أقول لكم الأول مين ماهر. ماهر عيل صايع ضايع، المفروض إن هو ترزي، بس بيشتغل يوم ويقعد 10، بيشتغل يومين 3 في الشهر، وقاعد مش مواظب، بيشرب، سمعته وحشة، بتاع مشاكل، ما عندوش لسه شقة، فهيخطب إيه؟ المهم راح اتقدم، خد ابوه وامه وراح اتقدم لابو آية. الراجل ضايفهم وقابلهم مش عارف ايه، احنا جايين نطلب بنتك لابننا ماهر وكلام من دوت. ماشي، انت شغال يا ماهر؟ انا شغال ترسي. طب تمام، وشقتك يا ابني؟ قال ده انا الشقه، ده انا هتجوز في بيت العيله بس مؤقتا لحد ما ايه اشوف سكن بعد كده. تمام تمام ماشي يا ابني، دولنا اسبوع كده بس نفكر وهنرد عليك. زي اي حد بيسال بقى على اللي جاي متقدم لبنته ده. المهم الراجل سال وما سمعش عنه كلمه حلوه ابدا. ده فيه وفيه، ده عطال، ده بطال، ده بتاع مشاكل، ده بتاع شرب، ده ما بيشتغلش، وي وي وي، وغير كده كمان ما عندوش شقه. المهم الراجل بعد اسبوع رد عليهم قال لهم والله يا جماعه كل شيء اسمه ونصيب، وانا ايه بنتي مش للجواز. تمام تمام. مهر يزعل ويتشال ويتحط، ازاي ترفضوني ازاي؟ والبت طبعا تزعل. البت طبعا بتكلم ماهر من ورا اهلها، هم ما يعرفوش ان البت ايه بتكلم ماهر. المهم اسبوع والتاني
وماهر يتصل على ابوها: والله يا عم انا هبقى كويس، انا هجيب شقه، انا هعمل، انا هسوي، عايز اجي اتقدم لك تاني. ايه يا ابني هي كلاحه؟ ما خلاص قدمت لي ورفضتك. المهم الراجل قال له: بقول لك ايه، انت مش اتقدمت يا ابني وانا رفضت بالذوق، طيب يعني خلاص، بدل البنت في 100 في 1000، شوف حد غيرنا يا حبيبي، احنا مش سكتك ولا انت سكتنا، خلاص. المهم الواد يقول له ايه: طيب، طب كده كده بقى، انا كنت ايه بتصل بيك وبستأذن منك، طب برضاك غصب عنك البت هتبقى ليا. برضاها غصب عن البت هتبقى ليك؟ ازاي؟ ده انت عيل صح قليل الذوق ده. المهم، ويقفل السكه معاه. المرة مراته زي ما تكون حاسه ان البت بتكلم الولد، بتقول لها: اوعي يا بنت تكوني بتكلميه. لا يا ماما ما بكلموش، ازاي بس؟ امال الواد ده رامي جتته عينه كده ليه؟ مش عارفه. بعد الحوار ده يعدي يوم والتاني واسبوع، ويصحوا في يوم من النوم ما يلاقوش ايه. البت راحت فين؟ يلفوا عليها في البيت يشوفوها عند الجيران مش موجوده، يرنوا عليها تليفونها مقفول. قال لا، روح عند اصحابها مش موجوده، عند اهلهم مش موجوده. ايه يا عم البت اختفت ولا ايه؟ جه في دماغهم مين؟ ماهر. هم عارفين بيت ماهر، مش عارفين بيته بالظبط، عارفين منطقته. فراحوا سألوا، وصلوا للبيت: سلام عليكم. وعليكم السلام. ماهر فين؟ لا والله ده ماهر مش موجود من امبارح. ماهر مش موجود من امبارح. اه. ويرنوا عليه بقى تليفونه مقفول. يبقى اذا ماهر خطف البيت. ده اللي في دماغهم. الراجل هو دلوقتي يعني متيقن بنسبة 100% ان البت مع ماهر، او ماهر خد البت. هو خايف برضه ان هي لو معاه ان هو يأذيها، فراح قدم بلاغ بتغيبها، بس ما اتهمش ماهر. يعني هو قال: انا بنتي مختفيه ومش لاقيها، بس ما اتهمش، يعني قال انا بشك ان ده خدها كده يعني. ورجع فضلوا يرنوا على ماهر، يرنوا على ماهر لحد ما التليفون اتفتح: ايه يا ماهر، بنتنا معاك؟ ايه معاك يا ماهر؟ شفتش ايه؟ ايه مش موجوده، انت فين؟ وكان تليفونك مقفول، وبنتنا تليفونها مقفول ومش لاقيينها. قال لهم: بس اهدوا، بنتكم معايا، وانا قلت لكم برضاكم غصب عنكم هاخدها، واديني خدتها. انتوا اللي خلتوني اعمل كده، ما رضيتوش ليه من الاول على خطبتنا؟ طب حاضر يا ابني اللي تشوفه واللي انت عايزه. اه انت بس عايز ايه؟ رجعينا بس ايه وشوف اللي انت عايزه واحنا تحت امرك. قال لهم: انا عايز اتجوز ايه. حاضر يا حبيبي حاضر، اللي انت عايزه، انت تأمرنا، هاتها بس وهنجوزها لك. المهم وخد منهم وعد ان هو يرجع ايه في مقابل ان هو يتجوزها. وقام جاي واخدها من ايدها وراح موديها بيت اهله. تعالي. قبل بقى ابوها وامها مسكوها نفخوها العلقه التمام: انت تهربي من ورانا، احنا كنا قلنا لك ان انت بتكلميه وانت قلتي ان انا ما بكلموش، تروح تهربي من ورانا مع واحد غريب، حرام عليكي، خليتي وشنا في الطين، عرضنا وشرفنا. المهم مسكوها رزعوها العلقه المظبوطه وحبسوها في البيت. وام ايه قالت للراجل، قالت له: البت دي ما تطلعش من البيت تاني خالص، وتليفون يتسحب منها التليفون، وما تشوفش النور تاني نهائي طالما هي عملت فينا كده. وطبعا كلموا ماهر، قالوا له: امك في العش ولا طارت، واحمد ربنا ان احنا ما جبناش اسمك في المحضر بتاع اختفائها، وما اتهمناكش ان انت خطفتها. يعني انتوا انا جبت لكم البيت وانتوا عملتوا كده. انا هعمل، انا هسوي، انا مش هسيبكم، انا هولع فيكم، انا هحرقكم، انا هموتكم، انا عيل عينه جامده ماهر ده قوي، بلطجي. لا حول ولا قوه الا بالله. المهم اسبوع في التاني فضلوا حابسين البت عشان يعلموها الادب. ويشاء ربنا ان في الفتره دي واحد قريبهم اتقدم لها اهو، يخطبها ويسطر عليها واحسن من الغريب. البت برضه خدت سمعه وحشه في الحار، مين اللي هيتقدم لها؟ المهم وافقوا عليه، وهو كان شاب محترم وكويس. فاتخطبت آية عشان يسطروا عليها ويخلصوا منها. الكلام ده كنا وصلنا شهر 11 2014. وخلاص الواد اللي اسمه ماهر ده بطل ان هو يتصل بعد طبعا التهديدات الاخيره والمكالمات الاخيره، والبنت اتخطبت، والوضع ايه هدي شويه. شهر في التاني، آية لو كانت تروح المدرسة أمها توديها بنفسها لحد البوابة، تخش وموصية سواء مدرسين، سواء غفير مدرسة، سواء مدير مدرسة،
البنت ما تخرجش بره باب المدرسة إلا لما أنا أكون موجودة، أنا ما كنتش موجودة إن أنا آخدها ما تخرجش أبدا، رقابة. فتروح توديها وتجيبها، ومفيش مشاوير تاني بره خالص، ما تنزلش تجيب حاجة، لو سوبر ماركت تحت البيت ما تنزلش. هي أمها كانت تنزل وتليفون مفيش. المهم بعد الخطوبة شهر شهرين البت آية تتصرف وتخلي واحدة زميلتها تشتري خط التليفون ليها هي. خدت آية خط التليفون وبقت من ورا أمها في البيت تاخد تليفون مامتها، تحط فيه الشريحة وتتصل بماهر تاني. يعني بعد ما خلاص الدنيا هديت ومخطوبة ترجع هي تجيب شريحة عشان تتصل بماهر. الو الو، مين معايا؟ انت لحقت تنسى صوتي؟ لا ما نسيتش. آية انا كنت عارف ان انت تتصلي، انا عارف ان انت مش هتنسيني، وانا برضو ما نسيتكيش، وانا ورجعوا العلاقات تاني. آية قدام ابوها وامها البت الملتزمة اللي هي خلاص راضية بالامر الواقع، بس في المقابل بتكلم الواد ماهر من وراهم ومن ورا خطيبها، وبتعامل كمان خطيبها وحش، بتعامله وحش وبتكلمه وحش. وحض على مين بقى؟ على اهلها، وبالذات على امها، لان امها بتخاف عليها. امها بقى هي اللي مكتفاها، هي اللي محجماها، هي اللي مش مخليها تعرف تمشي، هي اللي مش مخليها تعرف كده يعني. هي اللي عامله عليها رقابه، ما هي امك يا بنت، ما هتعمل ايه يعني. المهم كنا وصلنا شهر 2 2015، قالت له يا ماهر انا عايزاك تخلصني من اهلي. خلصك من اهلك ازاي؟ قالت له عايز اخلص منهم، مش عايز اشوفهم. اتصرف. المهم ماهر يفكر يفكر. لا طب بصي بقول لك ايه، انا هجيب لك حبوب منومه. ماشي وبعدين؟ قال لها هتهرسي لهم الحبوب في الاكل او في الميه، ياكلوا ويشربوا منها ويناموا، وبعد كده تفتحي الغاز عليهم يموتوا، او تولعي في الشقه. ماشي. المهم ده كله في التليفون، هما ما بيقابلوش بعض. راح ماهر اشترى حبوب منومه، وبالاتفاق مع آية راح لها تحت البلكونه، خد الحبوب اللي جابها لفها لفه كويسه في منديل وحدفهم ليها في البلكونه. هم بلكونه البيت عندهم قريبه لان البيت دور تاني وفي بلكونه بتطل على الشارع. خدتهم آية. المهم بتجرب الحبوب على نفسها الاول، بتشوفها ايه الحبوب دي فعاله ولا مش فعاله، عشان إذا ما كانتش فعاله تشوف يعني حاجه تانية. فجربت الحبوب، لقيت نفسها لا نامت ولا حاجه، خافت بقى تعمل كده بقى. اتصلت بيه قالت له لا يا عم الموضوع ده مش نافع، انت اتصرف بقى، شوف اعمل اي حاجه تانية، المهم تخلصني منهم، احنا نخلص منهم ونهرب. وابويا لسه من يومين باع العربيه وانا عارفه الفلوس فين. العربيه اللي كانت عند ابوها كان لسه بايعها، باعها بمبلغ حوالي 40,000 عشان يحطها في تاكسي تبقى اريح ليه، تبقى انضف واريح، لانه هو تعب من العربيه دي وكبر، فعايز ايه يرتاح شويه، والتاكسي هيكون دخله احسن، يقدر يساعده في جوازة البيت. المهم قالت له يا ماهر انت بص اتصرف وخلصني منهم ونهرب وناخد الفلوس ونروح نتجوز ونعيش حياتنا. ماهر قال لها كمان في فلوس؟ يا سلام عينيا، اخلصك منهم حاضر. المهم اتفقوا على ان هو هيجي لها تحت البيت تحدف له مفتاح الشقه. بالفعل راح لها تاني يوم تحت البلكونه وهم نايمين، البت حدفت له ايه مفتاح الشقه، خد مفتاح الشقه. جه تاني يوم آية طبعا بتروح المدرسه الظهر، كانت مدرستها تقريبا الساعه 12، فبرضه امها بتروح توصلها وبتجيبها. والاتفاق كان على ميعاد خروجها من المدرسة وقت ما أمها تروح تاخدها. ففي الوقت ده أمها رايحة لها المدرسة، آية في المدرسة أخدت التليفون من واحدة صاحبتها وبتتصل بأبوها بتأمن، بتشوف مين اللي في البيت. فبتتصل بباباها بتقول له هي ماما فين اتأخرت عليا. أبوها استغرب، يعني أول مرة تتصل بيا وتقول لي ماما اتأخرت وما اتأخرتش. قال لها يا بنت أنا بره في الشغل وأمك جاية لك جاية تاخدك. قالت له خلاص انا شفتها وانا شفتها. كانت هي طبعا امها دخلت الحوش والبت في الدور التاني في المدرسه. يا بابا انا شفتها هي جايه قدامها اهي. قال لها طب اداني كام ما اكلمها. قالت له لا دي هي تحت في الحوش انا فوق. قال لها خلاص ماشي، هي وصلت يعني؟ قالت له ايوه وصلت. وقام جاي قافله السكه مع ابوها. قبل ما تنزل لامها اتصلت بسرعه بمين؟ بماهر.
قالت له: يا ماهر ما حدش في البيت، بابا طلع في الشغل، ماما عندي هنا اهي، يلا نفذ اللي احنا اتفقنا عليه. المهم راحت ام آية، خدت آية من ايدها وتوكلوا على الله مروحين. الوقت ده كان ماهر طلع، راح عندهم الشقة، فتح الشقة ودخل، لقى مين قاعد بيتفرج على التلفزيون؟ اسلام. اول ما الواد شافه، الواد خاف وصوت. طبعا كان ماهر قفل الباب وراه، دخل جري على المطبخ، سحب سكينة وطلع على اسلام، طعنه 3 مرات. الواد اتوفى. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ماهر. قام جاي ساحب جثته مداريها في المطبخ، واستنى لحد ما آية وأمها يجي، واقف ورا ستارة ورا الباب. طبعا ضلم النور أنوار الصالة وطفى التلفزيون. آية وأمها وصلوا، فتحت الباب أم آية ودخلت. من أول لحظة بتبص تلاقيت الصورة ضلمة والتلفزيون مش شغال وإسلام مش موجود. وضع غريب، إيه ده؟ إزاي كده؟ يا دوب خطوة قدام بتبص تلاقيت اللي طالع عليها ماهر بالسكينة، ضرب ضرب. فهي عايزة تتفادى منه، عايزة تهرب، وبتفادي بنتها وبتحامي على بنتها، فبتحط ايدها الشمال على بنتها، اللي هو يعني ايه اطلعي، بتزقها لبره. لقت ان بنتها هي اللي بتزقها لجوه، بنتها دفعتها لجوه وقفلت باب الشقه وراها. نزل الواد اسلام، نزل الواد ماهر عليها بالسكينه، طعن طعن. ونزلت بنتها حطت ايدها على بقها عشان الام كانت بتصوت، حطت ايدها على بقها عشان تسكتها، وده كمل عليها لحد ما موتها. كان مين بقى اللي صحى شاف المنظر؟ البت جانا الصغيره. جري آية، خدت اختها دخلتها الاوضه، خلاص مفيش حاجه واهدي ما تخافيش. وبسرعه ماهر قال لها شوف الفلوس وشوف الذهب. راحت البت آية، فتحت الدولاب، عارفه مكان الفلوس، جابت الفلوس، خدت الذهب، حطتهم في الشنطه المدرسيه بتاعتها، وخدوا سلاح الجريمه، لفوه في منديل كده وحطوه في الشنطه بتاعت آية. خدوا البنت، خدوا الفلوس، خدوا الذهب ونزلوا. المهم خدوا توك توك. ماهر راح ودى آية واختها عند مرات واحد صاحبه، قال لهم دي مراتي ولسه متجوزها جديد وفي مشاكل بيني وبين اهلها، خلوها عندكم. كان الكلام ده المغرب او العشاء كده. وراح هو على بيته. روح بيته عادي، قال ما حدش يكشفنا ومفيش حد يكشف اي حاجه. الراجل ابو آية رجع من شغله الساعه 12 بالليل، فتح باب الشقه، الا ومراته جثه قدامه غرقانه في دمها. دخل جري البيت عايز يطمن على عياله، يبص في الاوض العيال مش موجودين. راح المطبخ، اتلقى اسلام برضه متوفي وغرقان في دمه في المطبخ. طبعا الراجل زعق ورعب بالصوت والحقوني ولم الجيران عليه، قتل مراتي وابني وخطب بناتي. هو مين؟ ماهر. على طول اتهم ماهر وش، اتصل بالشرطة، حصل كذا كذا. جت الشرطة بيعاينوا طبعا مسرح الجريمة. الراجل قال لهم اللي عمل كده ده أكيد ماهر. مين ماهر ده بقى؟ قال لهم ماهر ده عيل بلطجي، اتقدم لي قبل كده لبنتي مرة واتنين، وانا رفضته وهددني وهدد بنتي، وخطفها قبل كده وانا كنت مقدم محضر، واكيد هو اللي خاطف بناتي دلوقتي وهو اللي عمل كده في مراتي وابني. جت طبعا الجيران اتلمت وهم بيتكلموا مع جيران الشرطة. واحد من الجيران قال لهم انا شفت واحد نازل كان معاه آية وجانا الصغيرة وركبهم توك توك ومشوا بيه. مواصفاته ايه؟ مواصفاته كذا كذا. الراجل قال ايوه هي دي مواصفات ماهر، هو ده ماهر. بس فهم اتاكدوا ان ماهر هو اللي عمل كده. راحوا لبيت ماهر، خبطوا. ماهر فين؟ ماهر جوه، الباشا قاعد مش في دماغه. دخلوا قبضوا عليه، تعالى. وهم بيجيبوه اتلاقوا ايده اليمين فيها جرح كبير، عرفوا ان هو. تعالى تعالى. هو قال لهم على طول، قال لهم ايوه انا اللي عملت وانا اللي عملت. والبت اللي انت خاطفها فين؟ قال لهم انا مش خاطفها، دي هي جايب معايا بمزاجها. جايب معاك بمزاجها ازاي؟ قال ايوه. هي فين؟ في حته فلانة الفلانيه. راحوا جابوا آية وجنى، اتقبض على آية وماهر واعترفوا بالجريمه. ماهر طبعا قال لهم على كل حاجه،
آية اللي كانت بتنكر شوية، يعني طبعًا اللي هو إيه، عايزة تبرّر نفسها، أنا ما ليش دعوة بحاجة، ده هو اللي عمل وهو اللي سوّى. طب إزاي عمل وسوّى لوحده، وأنتِ اللي مرتّبة وأنتِ اللي مخطّطة ومدّية له المفتاح وفي مكالمات ما بينكم، فواضحة يعني ما تنكريش يعني. وبعدين ماهر قال لهم: "يا جماعة هي الرأس المُدبِّر، هي اللي كانت عمّالة تطلب منّي إن أنا أتخلّص من أهلها، أتخلّص من أهلها، وهي اللي مدبّرة وهي اللي معرّفاني إن في فلوس وهي اللي جايبة الفلوس وجايبة الدهب، هي اللي لمِّت كل حاجة، هي الأساس." أبوها كان لآخر لحظة مصدّق إن البت مخطوفة والواد هو اللي عمل كده من نَفْسه. هاقول لكم على حاجة، أول يوم وهي في النيابة وهي بتحقق معاها، أبوها راح جاب لها أكل وجاب جاكيت عشان كنا في شهر 2 كان الجو برد، والبت لبسها خفيف، جاب جاكيت عشان تتدفى وجاب لها أكل، على الرغم من اللي عملته. سبحان الله، الأب وحنية الأب. لا حول ولا قوة إلا بالله. كده أهو يا آية، تعملي كده في أمِك وأخوكِ يا آية، حسبي الله ونعم الوكيل. خدوا بالكم من عيالكم وخدوا بالكم من بناتكم، وخدوا بالكم من التليفونات في الأيام الصعبة اللي إحنا فيها دي. ربنا يسترها علينا وعلى أهلنا وعلى عيالنا، وكل سنة وأنتم طيبين. ودي كانت حكايتنا. السلام عليكم ورحمة الله.